واحد بيقول زوجتي حاليا حامل ودي اول مره لينا، وهي يتيمه الام وما عندهاش اخوات وبتعيش معايا في بيت عيلتي لكن في شقه مستقله. امي بتساعدنا في طلبات البيت حتى من قبل الحمل تقريبا، من يوم ما دخلت زوجتي بيتنا وبتعملها كويس جدا وعمرها ما طلبت منها حاجه، ودايما بتحاول تكون حذره علشان ما تزعلهاش. حتى بتيجي لحد باب شقتنا بالفطار وكتير جدا رغم اني طلبت منها ما تتعبش نفسها. والمشكله ان زوجتي دايما بتحس ان امي مش بتعاملها كانها بنتها، وبتفضل تقارن نفسها باختي اللي لسه متجوزه قريب، وبتقول ان اي شكوى من اختي امي تاخدها بجديه، لكن لما هي تشتكي بتحس ان كلامها بيتاخد انه عادي، ودايما نظره لاختي في كل حاجه لدرجه ان خايف من كتر كلامها تحسدها بقصد او دون قصد، ومش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي، خصوصا ان اوقات بفقد اعصابي واقول لها كلام يوجع وممكن اعمل مشكله كبيره لدرجه ان الامور بتوصل لطلب الطلاق. لكن انا مش عايز اخرب بيت وبحاول اهدى عشان ما يحصلش تطورات ونندم عليه. دايما بتقول انها محتاجه تحس ان في حد بيخاف عليها، وان امي لو كانت بتعاملها كانها بنتها كانت هتخدمها وتراعيها اكتر زي اخت، خصوصا وهي حامل. وانا بحاول اشرح لها ان امي بتتعامل بالفطره، مش بتفضل حد على حد، لكن هي واخده كل حاجه على انها مقارنه ومظلومه. ووصلنا لمرحله ان زوجتي وهي منفعله بتقول انها مش هتتعامل مع عم تاني كويس وهتبقى جاحده معاها لانها مش حاسه باهتمامها ومش ناويه تسامحها على حاجات شايفاها تقليل ليها. وطبعا كان ليا رد فعل على الكلام ده، واني مش هقبل ابدا انها تتلفظ وتسيء لام او لاي حد من اهلي. وطبعا ده اتشاف منها اني متحيز وضدها، وانا تعبت حرفيا نفسيا وبقيت حاسس ان مراتي بتدور على اي تلاكيك وتكبر المواضيع، رغم اني بحاول اوزن الامور وافهمها ان بلاش اساءة الظن علشان ده دايما هيخلينا في دايرة مشاكل. انا مش رافض اهتم بمشاعري، بالعكس، بس انا تعبت من تكرار المشاكل اللي كلها قايمة على شعورها بالنقص والمقارنة.